ألبسة تقليدية بكل الألوان، وإن كان اللون الأبيض هو الغالب، وجموع من المصلين كبارا وصغارا يؤدون صلاة عيد الفطر في مصلى الأعياد بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. إنه العيد الصغير كما يسميه المغاربة، الذين يحتفلون به كسائر المسلمين بعد شهر الصيام. صلاة ودعاء من أجل أن يحفظ العلي القدير الزرع والعباد، ودعوات أخرى لكي يعم السلم والسلام. نهنئ الأمة الإسلامية جميعا بحلول عيد الفطر السعيد، ونتمنى للأمة العربية النصر والتمكين. يعني في الظرف اللي كتعيشوا الأمة العربية والإسلامية كنتمناو لكاع الدول العربية والإسلامية السلم والأمان والازدهار، يعني ويكون واحد اللحمة والتفاهم بيناتهم، يعني ونبذ الخلافات والصراعات. بعد أداء صلاة العيد يرجع المغاربة إلى بيوتهم لتناول فطور العيد الذي لا يخلو من أطعمة تقليدية عمادها الحلوى والسكريات، بينما يفضل الصغار وهم الأكثر ابتهاجا وفرحا بأجواء العيد التوجه إلى أماكن اللعب والمرح ولقاء الأصدقاء، أماكن تجدها قرب شواطئ البحر كما في الحدائق العامة أو في الأزقة والحارات. أنا فرحانة بزاف بالعيد الفطر وبعيد صغير، حيت بابا شرا لي الحوايج وغادي نمشيو عند العائلة، عند حنا وعند كاع بنت خالتي وكل شيء. عيد الفطر هو فرصة كتيح لينا نشوفوا الأقارب ديالنا ونصلوا الرحم معاهم. ومع قدوم العيد يسترجع المغاربة تقاليد أخرى راسخة في حياتهم اليومية، حيث يقبل البعض منهم في أولى ساعات صباح العيد على الاستمتاع بفنجان قهوة الصباح في واحد من المقاهي الكثيرة التي تؤثث فضاءات المدن المغربية. يستعيدون بذلك عادة تخلوا عنها طواعية خلال شهر الصيام، ولسان حالهم يكاد يقول عام آخر قد ولى مع نهاية رمضان. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.